إذا طاح الحصان اللي عليه البرانيس. ريال مدريد سقط أمام بايرن ميونخ ب4 أهداف مقابل 3. ومن يظن أننا سنتخلى عن تشجيع ريال مدريد فهو واهم. الريال وهذا هو حصاد موسم سيء. هذا هو حصاد تراكمات فنية سيئة في هذا الموسم. ومنذ بداية هذا الموسم كنا نقول، ودائما كنا نقول أن الريال ليس بأفضل حالاته. الريال يعاني من سوء فني. الريال في منتصف الملعب سيء. الريال في الارتكاز سيء. من شاهد هدف لويس دياز يعرف أن الريال لم يكن لديه الارتكاز الذي يقاتل ويساند الدفاع. من شاهد أهداف بايرن ميونخ يعرف أن هنالك خلل واضح في قلبي الدفاع. الريال كان في المباراة جيدا. الريال قاتل حتى النهاية. ريال مدريد يعني، وهذا السوء الذي ظهر في نهاية المباراة، وحالة الطرد التي تلقاها كامافينجا كانت هي العلامة الفارقة، وكانت هي بداية النهاية. في كل هجمة لبايرن ميونخ كنت أشعر أن بايرن ميونخ قريبا من التسجيل، نظرا لسوء الدفاع الذي كان عليه الريال. عصام الشوالي كان يقول أن دفاع ريال مدريد متميز. يبدو أنه إما أنه يعلق على هذه المباراة بدون أن يشاهد بعض التفاصيل، أو إما أنه كان يجامل دفاع ريال مدريد في الأهداف الثلاثة. خلينا نقول الهدف الرابع كان من تحول هجوميا وتسجيل هدف بطريقة مرتدة. لكن بقية الأهداف وإن شاهدناها نعرف أن دفاع ريال مدريد سيء. في الهدف الأول كان لونين هو السيء، وقلبي الدفاع هما السيئان. من شاهد الهدف الثاني أيضا لبايرن ميونخ وجد أن هاري كين أخذ راحته في التمركز واستقبل تمريرة بدون أي رقابة وبدون أي ضغط، وسجل الهدف بكل أريحية. إذا ريال مدريد والهدف الثالث حدث ولا حرج. لويس دياز استطاع أن يضع الكرة في مكان لا يستطيع الحارس التصدي لها، ونظرا لغياب الرقابة. كل أهداف بايرن ميونخ غياب في الرقابة الفردية، وغياب في الضغط العالي على اللاعب الذي يمتلك الكرة. الريال يخرج، ولكنه يخرج خروج الأبطال. سجل 3 أهداف في هذه المباراة. سجل يعني أردا جولير هدفين عالميين في مرمى واحد من أفضل حراس المرمى. من وير معروف وحارس مخضرم وله باع طويل في التصديات التي لا يمكن لأي حارس مرمى أن يتصدى لكرات مثل مانويل نوير. وشاهدنا تصديه لكرة كيليان مبابي التي يعني صعب أي حارس في العالم يتصدى لها بهذه الطريقة. في نهاية المطاف ريال كما قلت لكم يدفع ثمن موسمه السيء منذ البدايات، ويخرج من دور الأبطال. وكما قلت لكم من ظن أننا سنعدل عن تشجيع ريال مدريد فهو واهم. فنحن نشجع ريال مدريد منذ التسعينات ومنذ سنوات طويلة. شاهدنا حال الريال مدريد عندما يتألق، وشاهدنا حال الريال مدريد عندما يكون هنالك فراغ وإشباع من البطولات يكون مستواه متدني. الريال مدريد لديه 15 لقب، وهو سيد أوروبا بكل تأكيد. وهذه الخسارة لن تؤثر على تاريخ الريال، ولن تكون يعني هذه أول وآخر خسارات النادي الملكي. بالعكس يعني شيء طبيعي. هذا هو حال كرة القدم. بايرن ميونخ يستحق هذا التأهل، وأتوقع أن بايرن ميونخ سيكون له شأن كبير في هذه البطولة. ألف مبروك بايرن ميونخ تأهله للدور القادم. ريال مدريد حظا أوفر، وسوف تبقى في قلوب مشجعينك. هذا درس كروي مميز لريال مدريد في قادم الأيام وفي قادم
المواسم القادمة إن شاء الله، وسيتحسن حال ريال مدريد. على ريال مدريد وعلى إدارة ريال مدريد أن تدرس الحالة التي يمر بها الفريق، وأن تضع يديها على الأخطاء الفنية الكارثية في وسط الميدان، في منظومة دفاعية، معالجة بعض الأمور. يعني الحديث كثير والعمل سيكون كبيرا في الموسم القادم. شكرا لكم على حسن الاستماع. ريال مدريد قدم مباراة رائعة. أتمنى منكم المشاركة والمتابعة والإعجاب، ودمتم بكل خير ومحبة.